حبايبي رجعنا لكم بالجزء الثاني. عندنا مثال رقم 2. عندي أحل نظام المعادلات الآتي. عندي واي، ها بعدنا معادلة خطية ومعادلة تربيعية. واي ناقص اكس تربيع يساوي 7 ناقص 5 اكس. تمام. اللي بعديها عندنا 4 واي ناقص 8 اكس يساوي سالب 21. الآن يا أستاذ خلينا نصغر اللوح شوي. أيوة كبره. أيوة ها. الآن خليني أفكر كيف بدي أحله. زي ما حكيت لك، أول إشي بروح على معادلة خطية وبمسكها، بعمل إكس أو واي وفيها موضع للقانون. يلا مع بعض يا أستاذ. لحظة. لا. الآن عندي هاي معادلة خطية. هاي يا أستاذ اللي فوق معادلة تربيعية. شو عرفك؟ لأنه عندي التربيع هيها. عندي التربيع وينه؟ عندي التربيع الآن هيو مبين. عندي التربيع مبين هيو. هاي عندي تربيع، راحت التربيع كلياتها. هاي اكس تربيع. تمام. هاي عندي تربيع يا أستاذ، يعني هاي معادلة تربيعية ما بدي أشتغل فيها، فبروح على المعادلة اللي بعدها معادلة خطية. يا عيني عليك، يعني هاي ويا أستاذ 1 وهاي معادلة رقم 2. روح على معادلة رقم 1 جيبها لعندك. خلينا نشتغل فيها. بس ثواني. أيوه خلينا نشتغل فيها. صارت يا أستاذ عندي 4 واي ناقص 8 اكس يساوي سالب 21. الآن يا أستاذ اجعل واي أو اكس. أنا بقول خلينا نجعل واي، فصارت عندي 4 واي يساوي سالب 21 زائد 8 اكس. طيب يا أستاذ الواي ما صارت واي، الواي بعدت معاها 4. شو أعمل؟ قسم على 4. أيوة قسم على 4. 4 مع 4 راحت، فالواي تساوي الآن الأربعة هاي وزعها، صارت سالب 21 على 4 زائد 8 اكس تقسيم 4 2 اكس. فيا أستاذي صارت معانا بالصورة هاي واي يساوي سالب 21 على 4 زائد 2 اكس. الآن يا أستاذ شو أعمل؟ ركز معي. نروح على الآلة الحاسبة. خلينا نقسم السالب 21 على 4. فالواي، لاحظ الواي يساوي سالب 21 تقسيم 4 ويساوي 5.25 في سالب هون زائد 2 اكس. هاي يا أستاذ يعني الوزارة عاملة أول مثال في فاصلات وفي سوالف زي هيك عشان تتعود. تمام. قسمنا فصارت سالب 5.25. الآن هيني جعلت واي موضع للقانون. الآن روح عوضها في المعادلة التربيعية. فأيها يا أستاذ المعادلة التربيعية هيها. فبحكي يا أستاذ واي ناقص اكس تربيع يساوي 7 ناقص 5 اكس. أيوة الواي تساوي هيك. فهاي يا أستاذ هيها الواي. شو بروح بمسك مباشرة بخليها مكانها. هاي بروح ببدلها بهاي، فصارت سالب 5.25 زائد 2 اكس ناقص اكس تربيع يساوي 7 ناقص 5 اكس. هيك تمام يا أستاذ. الآن شو بدي أعمل يا أستاذ؟ المعادلة التربيعية لازم تساوي صفر. لازم المعادلة التربيعية هون مساواة، لازم تساوي صفر. انقل هاي لهون وانقل هاي لهون وانقل هاي لهون. صارت عندك اكس تربيع. لاحظ اكس تربيع هاي لما نقلتها صارت موجبة ناقص 2 اكس ناقص 5 اكس. من وين يا أستاذ إجت؟ لما نقلت هاي لهون
صارت سالب 2 اكس وهاي سالب 5 اكس. تمام؟ تمام. الآن هاي نقلتها صارت زائد 5.25 زائد 7. أيوة ظل إشي يا أستاذ هون؟ لا، خليها تساوي 0. تمام يا أستاذي؟ والله تمام. الآن 5.25 الآن بدي أجمع الحدود المتشابهة. هون يا أستاذ إكس تربيع ناقص 7 إكس زائد 5 زائد 7 ويساوي 12 وربع ويساوي 12.25 ويساوي 0. تمام يا أستاذي؟ والله تمام. الآن بدي أحلل أوجد قيمة إكس. طيب يا أستاذ أنا شو بدي أعرفني في رقمين أضربهم بعض يعطوني 12.25 وبجمعهم بعطوني ناقص 7. الآن يا أستاذ إحنا اتعلمنا نحلل أول إشي على القانون العام. أيوة رجعنا يا أستاذ على القانون العام. والله رجعنا على القانون العام. إكس 1 و2 يساوي سالب بي زائد أو ناقص جذر المميز. تمام ولا مش تمام؟ تمام. اللي هو عبارة عن بي تربيع ناقص 4 اي سي على ايش يا أستاذ؟ على 2 اي. تمام يا أستاذ؟ والله تمام. الآن يا أستاذي لاحظ علي، الآن خلينا نشوف المميز كيف اشتغل هون. أيها الأي وأيها البي وأيها السي. الرقم اللي هون خليني أعطيك إياها شوي. الرقم اللي هون دائما هي عبارة عن A إكس تربيع زائد B إكس زائد C يساوي 0. تمام؟ تمام. ال A وينها؟ هيها اللي هي عبارة عن 1. ال A تساوي 1. ال B تساوي سالب 7. ال C تساوي 12 وربع. الآن خلينا نروح نعوض على المميز هون. أول إشي نشوف هل تحلل أو لا تحلل. بي تربيع هون الجذر. بي تربيع عبارة عن سالب 7 تربيع ناقص 4 في الA 1 في البي في السي عفوا 12.25. الآن جذر 49 ناقص 4 ضرب 1 4 ضرب 12 وربع ضرب 4 ويساوي 49. أيوة أعطانا. طيب 49 ناقص 49 صفر. شو جذر الصفر؟ يعني ما إلها جذر الصفر يعني صفر. تمام؟ تمام. طيب يا أستاذي لما إحنا أخذنا المميز زمان بالصف التاسع حكينا له 3 حلول. إنه يعطينا رقم موجب يعني له حلين، ويعطينا رقم سالب يعني لا يوجد حلول، ويعطينا صفر. إذا أعطانا صفر عبارة عن إيش يا أستاذ؟ إذا أعطانا صفر يوجد حل واحد فقط. يعني يا أستاذ في حل واحد. خلينا نروح نعوضه هون. يلا يا أستاذ نروح نعوضه. السالب بي وينها؟ هيها يعني 7 إكس 1 يساوي سالب 7 بتصير 7 على ناقص زائد أو ناقص جذر المميز اللي هي صفر. خلص ماني ومالها. على 2 ضرب 1 2. فقيمة إكس عبارة عن شو؟ 7 على 2. تمام ولا مش تمام؟ والله تمام يا أستاذ. الآن خلينا نروح نعوض يا بهاي يا بهاي عشان نوجد قيمة واي. يلا خلينا باللي فوق لأن هاي عبارة عن كسر. بحكي يا أستاذ واي يساوي واي 1 يساوي سالب 21 على 2 على 2 زائد 2 في 7 على 2. الاثنين مع الاثنين بتروح بصفي عندك سالب 21 اللي هي عبارة عن سالب 5.25 زائد 7. كم تعطينا يا أستاذ؟ هسه بنشوف. سالب 5.25 زائد 7. سالب 5.25 زائد 7 بعطينا 1.75. الآن يعني عبارة يا أستاذ الزوج المرتب للحل تبعها عبارة عن 7 على 2
و 1.75. ما بدنا الشكل هذا، بدنا الاثنين يكونوا عادي. 7 تقسيم 2 كم؟ بعطينا 7 تقسيم 2، 7 تقسيم 2 وتساوي 3.5. 3.5. تمام يا أستاذ؟ تمام. هيك احنا بنكون حلينا يمكن أصعب سؤال بالدرس كله. انت الآن حليت أصعب، هو مش صعب، هو سهل، بس ولكن الأرقام فيه شوي معقدة فقط. إن نتذكر القانون العام، هذا اسمه القانون العام، اللي جوا اسمه المميز اللي طبقناه، وعرفنا انه اذا كان موجب يعني حلين، وكان صفر حل واحد، وكان سالب لا يوجد حلول. تمام يا استاذ؟ تمام. نروح على السؤال الثاني. راحت من هون؟ لا هيا يا أستاذ. 3.5 و1.75 زي ما حلينا. الآن نروح على المثال الثاني اللي هو عبارة عن y يساوي 2x زائد 1 وx تربيع زائد y تربيع يساوي 10. خلينا نروح نحله. ركز معي، ركز معي يا حبيبي. حل كثير سهل وكثير بسيط. حل معي، حل حاليا معي. يلا يا أستاذ مع بعضينا. أول إشي زي ما حكيت لك نعرف أيها المعادلة الخطية وأيها المعادلة التربيعية. أيها يا أستاذ؟ هاي خطية وهاي يا أستاذ تربيعية. تمام. روح اعمل الخطية موضوعا للقانون، اجعل إكس أو واي منهم موضوعا للقانون. يا أستاذ والله محطوطة، فبحكي يا أستاذ الواي تساوي 2x زائد 1. الله يريح بالكم. فبروح بمسكها، بروح بعوضها بالمعادلة الثانية. لاحظ شلون صرنا نشتغل سريع سريع. اكس تربيع زائد افتح قوس 2x زائد 1 الكل تربيع يساوي 10. تمام؟ والله تمام. هاي تونا حكيناها، الأول تربيع 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع، يعني يا أستاذ اكس تربيع تمام زائد 4 اكس تربيع الأول تربيع زائد 2 في الأول في الثاني. 2 ضرب 2 اكس، 4 اكس ضرب 1 4 اكس زائد 1 تربيع 1 يساوي 10. تمام؟ والله تمام يا أستاذ. الآن ساويها بالصفر، لأنها معادلة تربيعية لازم أساويها بالصفر، فبتصير عندي اكس تربيع زائد 4 اكس تربيع زائد 4 اكس برضه زائد 1 ناقص 10 يساوي 0. اجمع الحدود المتشابهة، هذول الاثنين حدين متشابهين، بصير عندك 5 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 9 يساوي 0. الآن يا أستاذ هاي معادلة تربيعية مثل المثال الأول اللي شرحناه بالجزء الأول. بقدر أقسم على 5؟ الأربعة لا تقبل القسمة على 5 والتسعة لا تقبل القسمة على 5، فبدي أروح أحلل مباشرة. 5 إكس هون وإكس هون، أو إكس هون، حكيتها إكس وكتبت 5 يا حبيبي. إكس هون. الآن بدي رقمين حاصل ضربهما 9. أعطيني إياهم يا أستاذ. شو هم؟ يا إما سالب 3 سالب 9 و3، صح ولا لا؟ صح. قريبين ببعيدين. 3 ضرب إكس 3 إكس، وسالب 3 ضرب 9 عبارة يعني حتطلع خاطئة، ما حتطلع صحيحة. ونقولهم هون زائد هون ناقص هون ناقص. على الأغلب خلينا نشوف المميز الأسهل وأسرع لنا. سالب b زائد أو ناقص جذر المميز اللي هو عبارة عن b تربيع ناقص 4ac على 2a. يلا يا أستاذ هاي ال a ال b عبارة عن سالب 4 زائد أو ناقص جذر ال b تربيع عبارة عن 16 ناقص 4 في a. 4 هون 20 ضرب c هون سالب 4 في 5 في كم؟ سالب 9 على 2 في الاي كم؟ 5. بعطينا يا أستاذي ركز معي، بعطينا
4 في 5 20 ضرب 9 ويساوي 180 سالب 4 زائد أو ناقص جذر 180 على 10. تمام يا أستاذ؟ تمام. يعني خلينا نحلها. بتصير جذر 180 عبارة عن ثواني، جذر 180 13.4 13.4 سالب 4 زائد أو ناقص 13.4 على 10. تمام. تمام. وهيك يا أستاذ بروح بنقصهم وبحلهم وبطلع الجواب النهائي كامل عندي بإذن الله تعالى.